تخيل معايا كده انك تغوص في اعماق مغامرات ومشاكل كتير بتوصل للقتل علشان شوية شوكولاتة، وان حياتك كلها تبقى مرهونة على الاكل وممكن علشانها تعمل المستحيل. هو ده بالظبط اللي هنشوفه في حكايتنا النهاردة يا صديقي. وبنبدأ ببنت غريبة بتكون قاعدة فوق كوبري كده ومستخبية ولا كأن وراها مصيبة، ومعاها كاميرا وشكلها كده مستنية حد، وفعلا بتبقى مستنية تشوف صفقة عظيمة بتتم في السر وفيها شخصيات بيجتمعوا الساعة 8:30 بالظبط، وبيتبادلوا حاجات مقابل مبلغ مادي كبير، وبيمشوا طبعا والبنت دي بتصور كل حاجة بالكاميرا، وبتبقى ماشية في امان الله بتشوف الصور، الا انه بيطلع عليها ناس فجأة شغالين يراقبوها وبيدوسوها بالعربية، واللي بتطلع منها بنت بتمسك الكاميرا وفجأة بتطلع منه الكارت الميموري وبتاكله. ايه يا جدعان الرعب ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ وبعد كده بنرجع نشوف بنت نشيطة جدا في المرحلة الثانوية اسمها ساتو، وبتصحى من النوم مستعدة لمواجهة الحياة كده عادي، وده من غير ما تشيل هم اي حاجة. وبيكون جارها شاب في المدرسة واللي اسمه يوكي، وبتروح علشان تصحي، لكن هو مش بيصحى، فبتروح تديله كام قلم حلوين كده علشان يفوقوه، لدرجة انه لما بيروح يقابل باقي زمايله زي مي بيلاقي ان كف ساتو لسه معلم على خده ومورمينه كأنه دايسه عربية، وبيصعب على مي لدرجة انها بتروح تنفذ عليه تعويذة تخلي ورم وشه ده يروح، وعمنا يوكي بيروح يعيط في حضنها، وده طبعا بدل ساتو اللي نفذت عليه كل انواع الضرب من الفنون القتالية. ويوكي بياخد قرار مهم في اللحظة دي، وهو انه يقول لمي انا بحبك وارجوك اخرجي معايا في ديت، واحنا لازم نتوعد حالا، وانا جد جدا في كل كلمة انا بقولها. ومي بتقول له شكرا على التقدير يا اخويا، بس حابب اعرفك ان انا عندي حبيب من الاول، وتعيش يا معلم وتاخد غيرها، واكيد هيجي يوم اللي تجرب فيه الحب الحقيقي. وساتو بتفضل تضحك وقتها عليه وتقول له معلش، ما انت لو شجاع واعترفت ليها من زمان ما كانش ده حصل من الاول. وبيروحوا الثلاثه للمدرسه، وهناك بيقابلوا كلهم شله كبيره مجتمعين في نادي اسمه نادي تقييم الاكل في المدرسه، حاجه كده زي الفود بلوجر، شغلهم الوحيد هم انهم يجيبوا اكل خصوصا الشوكولاته، وبيفضلوا ياكلوا طول اليوم لحد ما يروحوا لبيوتهم. وبيجي واحد من النادي ده واسمه يومي، وابوه معاه شركة حلويات كبيرة جدا في اليابان، وبيجيب ليهم كرتونة كبيرة مليانة شوكولاتة وحلويات، وبيقول لهم ارجو التقييم يا شباب قبل ما نصدر المنتج ده للسوق، بس من خلال التقييم ده بنعرف ان اصلا سوتا وهي رئيسة النادي، وانها الوحيدة اللي ما بينهم مش بتاكل الشوكولاتة لان عندها حساسية منها وممكن تموت. وفي وسط اكل الشوكولاتة والدماغ العالية دي بتيجي الميس زيزي بتاعتهم من غير احم ولا دستور، وبتفضل تصرخ وتقول لهم في مصيبة الحقوني. بس قبل ما اتكلم ولا اقول اي كلمة، انا ولوني شاف شاي العصير ده الاول اما اشوف بيقول ايه. وفعلا الولية بتاخد نفسها وبتشرب العصير، وبتقول لهم الخبر الصادم هو ان احتمال نادي تقييم الاكل ده يتشال خالص، وبيطلع ان رؤساء اتحاد الطلبه الحاليين خلاص بيودعوا الملاعب وهيتشالوا لانهم اتمسكوا بشويه اكل فاسد ومشاكل كتير، ولسه بيحاربوا على انهم يفضلوا فيه، لان المدرسه فيها قسم كبير وعايزين يشيلوا بتوع اتحاد الطلبه الحاليين وبيدوا لهم ناس جديده. وده طبعا هيهدد وجود نادي تقييم الاكل ده، لانه واخد من ميزانيه المدرسه فلوس كتير جدا بالعبيط. وبيبقى على راس كل الهم ده واحده اسمها بيلا، واللي بتكون ماسكه ميزانيه المدرسه واللي عايزه ترشح نفسها هي تبقى الرئيسه. وبيلا دي في الاخر بتطلع اخت المدرسه زيزي، واللي الكل بياخد الصدمه لما بيعرف المعلومه دي، وده لان زيزي اخر استهتار وعدم التزام وكسل، بينما الحاجه بيلا عندها روح قياديه وشعبيه كبيره بين الناس، والكل بيعمل لها الف حساب مع انها هي الاصغر في السن ومجرد طالبه يعني مش حاجه. وطبعا حوار تغيير رؤساء الاتحاد ده مش بيعجب رؤساء الانديه اللي ملهاش لازمه في المدرسه، واللي بيكون منهم نادي تقييم الاكل، وبيفضلوا يعملوا في خطط عبيطه علشان يصلحوا الموضوع. وفي الوقت ده بينزل طالب من طرفهم في نص المدرسه وبيزعق انتخبوا الرئيس الاتحاد وهشخلعكم وقتها، بس نادي الاكل ده بيبقى رافض ان الواد ده يبقى هو الرئيس لان شكله عيل اهبل في نفسه كده، وكمان ماشي يوزع رشاوى على الناس من قبل ما الانتخابات تبدا حتى. وفي الاثناء دي بيكون في بنت بتبقى ماشيه تصوت بتقول بصوت عالي بعدوا عني وبعدوا من طريقه، وبتجري باقصى سرعتها ليه عشان تلحق الميكروباص المجاني، لكن بتقع على الارض وبتوقع مفاتيحها وبتجري بسرعه وبتنساها. وساتو بتبقى عارفه ان البنت دي فقيره جدا وبتشتغل في مصنع، بس هي جايه المدرسه دي بمنحه اساسا. بعدها النادي بيطلعوا المكرهم، وهناك الميس زيزي بتقول لهم مادام مش عايزين الواد اللهبل ده يبقى الرئيس بتاعكم، طب ما تشوفوا حد كويس منكم وترشحوه يبقى الرئيس بتاعكم او ياخد المهمه دي احسن. والنادي طبعا في الاول مش بيوافق لانهم شايفين ان محدش هينتخبهم، بس الميس بتقنعهم انهم يشاركوا ويجربوا حظهم احسن، وده طبعا احسن ما يقعدوا هما مش في ايدهم اي حاجه والحلم اللي عايشين في وسط الاكل ده يتبخر في ثانيه. والنادي بيوافق في الاخر وبيتفقوا ان يوكي هو اللي يرشح نفسه وبيلبس الليله الكبيره. بعدها بنشوف يوكي وهو في المستشفى مع بنت في غيبوبه مش واعيه للدنيا خالص، وبيناديها في وقتها وبيحكي لها على كل اللي حصل. وفي اليوم اللي بعده عمنا يوكي بيبقى نايم في سابع نومه وقاعد بيحلم بحب طفولته وشغال يهلوس في امان الله، الا وبيصحى على وش الفار ساته على الصبح بدري بتقطع عليه الحلم الحلو ده وبتقول له حب مين يالا اللي هتنقذها.
لا وكمان هتحارب الدنيا كلها عشانها، انت لسه ما ارتبطتش لحد دلوقتي، يالا انت كحيان. ويوكي بيقول لها ما انا مش لاقي واحده عادله في الحياه الواقعيه، فسيبني بقى لاهي فتاة احلامي جوه الحلم، وبيلف الغطا على نفسه وبيكمل نوم. بس ساتو بتلطش له كالعاده وبتقول له مش وقت حب ولازم تفوق علشان النهارده الحد، ولازم نعمل اجتماع بخصوص حوار اتحاد الطلبه ده، وكمان نشوف المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي، نوم ايه وبتاع عيتك ده هي تاخدك. الا ان يوكي بيفاجئ ساتو لما بيقول لها انا هستقيل من نادي تقييم الاكل ده ومش عايز حاجه من وشكم، وكمان مش هشيل الليله لوحدي وانا مش ناقص مسؤوليات اصلا ومش هترشح لاي انتخابات. وعلى الناحيه التانيه بقى اعضاء النادي بيبقوا متلميين حوالين اللابتوب وبيشوفوا الانديه اللي متهدده بانها تتلغى كمان، وده بعد تغيير اعضاء اتحاد الطلبه، وبيلاقوا ان ناديهم اول نادي في القايمه وعلى تصويت كتير بانه يتلغى، خصوصا انه واخد فلوس المدرسه كلها. وطبعا كلهم وقتها بيبقوا حاطين امالهم على يوكي، بس ساتو بتيجي وبتقول لهم الخبر الشنيع، وهو ان يوكي اعلن انسحابه رسميا. بس يوكي بيكون خلاص قرر يخزي الشيطان وبيقوم يلبس وينزل يروح المدرسة، بس في طريقه بيخبط في بيلا، ودي اللي ماسكة الإدارة المالية في المدرسة، وبيفضل يعتذر منها بتاع 3 ساعات وبيضحك ويهزر معاها طول الوقت لحد ما بيمشوا، وبعدين بيوصلوا للمدرسة وهناك بيخبط في نفس البنت اللي خبط فيها امبارح، واللي بنعرف ان اسمها سارة، وبيديها المفتاح اللي وقع منها، وسارة بتقول له مش معقولة انا لازم اشكرك دلوقتي مخصوص لانه لولاك كان فاتة مغيرة القفل بتاع البيت، بس بتسأله عن سبب الوجود في يوم اجازة اصلا، وهو بيشرح لها انه جاي علشان اجتماع مخصوص بالرغم انه قايل انه مش جاي اساسا. بعدها بيروح يكمل في طريقه وبيخبط برضه في واحدة تالتة، وبيفتكر انه الدنيا بتضحك له لانه عمال يخبط في موزز من الصبح، واكيد التالتة تابتة وهتبقى دي حب حياته الحقيقي، لانه بيطلع خبط في مجموعة ولاد وبيثبتوه على الارض، وبيفضلوا يهزقوه لحد ما بيجي واحد وبيطلع رئيسهم وبيأمرهم انه يسيبوه، وبيعرف انه كان ناوي يرشح نفسه لرئيس اتحاد الطلبة، لكن يوكي بيصحح له المعلومة وبيقول له انه مش ناوي يرشح نفسه ولا حاجة، بس الرئيس ده بيبقى فاهم كويس انه بيرشح نفسه من الاساس، وهو ان محدش يقفل لهم النادي. ولما يوكي بيسأله انت عرفت ازاي، الرئيس بيرد عليه وبيقول له مش مهم، المهم دلوقتي انك تستغل الفرصة وترشح نفسك، لان الانتخابات حاليا هتتحصل على شخصين بس، وهو لازم يكون واحد منهم، وانه بنفسه هيدعمه بكل طرق ممكنه لفتره الانتخابات دي علشان يفوز. ويوكي بيفضل يفكر في كلام الرئيس ده طول الوقت لحد ما بيشوف في طريقه بيلا للمره التانيه، لكن بتبقى شكلها وقعت في مشكله، ولما بيسالها ملك بتقول له جنزير العجله بتاعي باظ، وعمنا يوكي الجنتلمان بيدخل يصلح لها العجله، وبيلا بتفضل تشكره كتير، وبيتمشوا مع بعض في المدرسه وسط ما يوكي شغاله يصيح ليهم في كل مكان، وده طبعا عن كل اللي بيحصل في النادي وحوارات الترشيح وكده. لكن بيسالهم سؤال مهم، وهو ايه اللي مخليها عايزه تقفل نادي تقييم الاكل ده وحتى كمان في اول القايمه. وبيلا بتقف فجاه وبتقول له بكل عصبيه انت بذمتك بتعمل ايه في غير انك بتاكل وتشرب وتضحك، وهو حرفيا ملوش اي لازمه وواخد فلوس المدرسه كلها على الفاضي. ويوكي العبيط بيقول لها تصدقي عندك حق، وهنا بيلا بتتعصب اكتر لان يوكي كده ما عندوش اي ولاء للنادي بتاعه، واخد الموضوع صرمحه للاكل والشرب ومش هين عليه بس يحارب علشانه. بس يوكي بيتصدر لها وبيفهمها انه بيحارب عشان عايز يرشح نفسه مخصوص علشان النادي ما يتقفلش، بس هو قلقان من فكره ان محدش عارفه في المدرسه وبالتالي يمكن ياخد صفر في تصويته. لكن بيلا بتفضل تقنعه ان دي مش حاجه، وان ممكن تحصل حاجه تخليه هو اللي يفوز في الاخر، وان محدش ضامن الغيبه يا اخويا. وفعلا يوكي بيقتنع وبيروح للنادي وبيلاقي ان الدنيا خربانه، بس بيفضل يديهم في خطب تقشعر لهم الابدان، وبيدوهم ورقه علشان يصوتوا فيها للشخص اللي شايفينه انسب واحد في المهمه بتاعه الترشيح دي، وبيبقى شغال يدس السم في العسل وبيقول لهم صفات ساتو على اساس ان الكل يختارها وتترشح مكانه في الاخر، لكن بيتصدم في الاخر ان الكل بيختاره هو، ودبس نفسه وحفر لنفسه قبره بايده. وفي طريق ساتو ويوكي للمروح ساتو بتبص على علبه شوكولاته وبتعجبها وبتشتريها، وبتدي ليوكي نصها، بتفضل تساله طعمها عامل ازاي بكل كسره لانها طبعا مش هتقدر تاكل منها. وفي اليوم اللي بعده النادي بيتجهز للحمله الاعلانيه وحمله التصويت لعمنا يوكي، وكمان يوكي بيروح عشان يقدم ورق الترشيح بتاعه بشكل رسمي، وان الموضوع شكله دخل في الجد خلاص. بس زيزي بتفهمه قوانين الترشيح، وان في الاول في انتخابات مبدئيه وانتخابات نهائيه، ولازم عمنا يوكي يفوز في الانتخابات المبدئيه دي علشان يرشح نفسه للرئاسه الرسميه، وعلشان يفوز لازم ياخد 10% من اصوات المدرسه، والمدرسه كلها 6000 طالب يعني محتاج 600 صوت على الاقل. لكن ماي بتشوف في ده مشكله كبيره لان اصلا ما عندهمش اي خبره للتسويق والاعلان، ومش عارفين ازاي يقنعوا 600 طالب يصوتوا لهم اساسا. وهنا شويه المفاجئ بتوع النادي بيقدموا اقتراحات زي انهم يعملوا الميزانيه شويه ويوزعوا حلويات على الغدا للطلاب، بس الموضوع ده بيبقى فاكس بالنسبه للباقي. وفجأة بيدخل عليهم الرئيس اللي كان خبط في يوكي ده وواحد من النادي اسمه نون، وبتجري علشان تسلم عليه وبتنادي بموري، وبيطلعوا عارفين بعض من زمان، وموري بيكون جاي علشان يقول لهم انه بنفسه هيمسك الحملة الإعلانية بتاعة يوكي وهيسعى بكل جهده في الموضوع ده علشان يفوزوا. وبيبلغهم ان بيلا شعبيتها نزلت 10% بسبب كل الأندية المعارضة ليها، سواء اللي عايزين يلغوها او نزلوا ميزانيتهم، كل دول المفروض ياخدوهم في صفهم ويقنعوهم يصوتوا ليوكي، وبكده خدوا حوالي 400 صوت وفاضل 200 صوت بس.
ولو اتعاونوا كويس معاهم كده يقدروا يجمعوا الاصوات ويضمنوا فوز يوكي. بس ساتو بتشوف في حاجه غلط في الموضوع ده، وان موري هيستفاد ايه يعني بمساعدتهم من البدايه، وبتشك بانه عايز يوقعهم في فخ ما. لكن موري بيقترح عليهم انهم يعملوا معاه عقد مؤقت، وده علشان يضمنوا انه مش خاين ولا حاجه ويثقوا فيه، ولو ما عجبهمش شغله ويبقوا يعملوا معاه عقد طويل المدى. وساتو العبيطه بتوافق بالرغم من انها مش فاهمه اي حاجه من كلامه، بس مقتنعه وخلاص. وموري بيروح يسلم على اعضاء النادي نفر نفر علشان يلم تعاطفهم، بس زيزي بتكون شايفه ان في حاجه مش مريحه، والواد موري ده مش طبيعي ومخبي حاجه. وموري بيقول لهم الحمله الانتخابيه بتاعته، وبيلغي امل فكره اللي كانوا عايزين ينفذوها. بيقول لهم افكاره هو ان يوكي يلف على كل النوادي في المدرسه ويقنعهم انه يحفظ مكانتهم وميزانيتهم، ويا ريت ياخدوا معاه بنت حلوه علشان الولاد السن بيعجبوها، وكمان يبعتوا بنتين توأم علشان ياخدوا تصويت ووعود من باقي النوادي بانهم هيصوتوا لهم، وبكده يكونوا ضمنوا ال 400 صوت كلهم. ويوكي بيبقى مستغرب قدرة موري الغريبة في اقناع الناس دي اساسا. وبنشوف بعد كده زيزي وهي راحت تغلس شوية على اختها الصغيرة بيلا، بس بيلا مش بتبقى عاطينها اي وش لزيزي. وزيزي بتفضل تقول لها حرام عليكي تقفلي نادي تقييم الاكل علشان انت بس مش طيقاني، حرام عليكي ذنبهم ايه المساكين اللي فيها. وبيلا بتقول لها بكل عصبيه انت هتعملي كل حاجه علشان تتفوقي عليها وتحققي كل حاجه، وزيزي ما قدرتش تعمل زيها انها تبقى رئيسه اتحاد الطلبه الجايه. لكن زيزي مش بتعمل عقلها بعقل عيله صغيره برضه، وبتقول لها اخبط راسك في 1000 حيطه. بعدها بيلا الخبيثه بتروح لعند يوكي واللي بتكون قاعده تشتري قهوه لساتو، وبتفضل تنزل عليها وتعمل نفسها غلطانه في اسمها، وبتقول لها انه هيبقى منافس في الانتخابات، وفي الاخر بتسلم عليها وبتمشي. ويوكي السن بشكله كده ابتدى يكراش عليها، لكن ساتو بتقفشه وبتفضل تشتمه وتهزق فيه وتضربه وتقول له ايه بينك وبينها، وبتبقى مصممه تعرف هما كانوا بيتكلموا في ايه بالظبط. لكن يوكي بيطنشها وبيلاقي رساله مبعوثه من امه مكتوب فيها نفسي اكل مكرونه بالبشاميل يا معلم. ويوكي علشان ابن باربي وامه بيروح يشتري المكونات وبيروح البيت خلاص وبيطبخ ليها، لحد ما بناخد المفاجاه الكبرى. والمفاجاه هنا ان امه هي زيزي. وهنا طبعا ما عادش حد فاهم اي حاجه، ومعنى كده ان بيلا هي كمان تبقى خالة يوكي يا جدعان. وفي اليوم التاني يوكي بيروح المدرسة وبيشوف لوحة الإعلانات، وهناك بيشوف صورته وسط المرشحين للانتخابات. لكن الصدمة إنه شاف حوالي 100 شخص مرشحين نفسهم برضه، وخبط في السلم وقتها، وطلع إن سارة كانت واقفة فوق السلم ده، والبنت يعني متشعلقة في السقف بسبب يوكي. ولما اخيرا بتعرف تنزل يوكي بيسألها انت بتعملوا ايه فوق السقف ده، وهي بترد عليه بانها كانت بتعمل صيانة في المدرسة، وانها فقيرة ومعاها اخوات صغيرين لازم تصرف عليهم، علشان كده بتشتغل وتدرس في نفس الوقت. لكن اثناء الحوار ده بيعدي ولدين في المدرسة وبيفضلوا يلقحوا على سارة ويقولوا اخصى على الناس اللي ريحتها وحشة ومش بتستحمى دي. ويوكي بيبقى رايح يمسح بشوية الشباب دول البلاط، بس سارة بتمنعه وبتطلب منه طلب غريب جدا، وهو ان يشم ريحتها علشان يعرف ريحتها وحشة ولا لا فعلا. ويوكي بيبقى مستغرب الطلب ده ومش راضي، لكن بيضطر يعمل كده وبيقول لها الله يا فنانه بالعكس ريحتك عظيمه، يا ريت تبصي اسم مزيل العرق بتاعي. وبعد العبط ده كله يوكي بيروح لمقر النادي بقى، وهناك بيفضلوا يتناقشوا في الميزانيه اللي محتاجينها علشان يعملوا ترويج ليوكي وللحمله بتاعته، بس بيلاقي انهم اصلا مفلسين ومش معاهم فلوس، وبيلاقوا انهم صرفوها كلها على الاكل والتفاصيل، فبيقعدوا يفكروا في حاجات ارخص يعملوها، بس في الاخر بيستقروا انهم هيطبعوا ورقه ويدوا للطلاب. لكن ده برضه هيكلفهم كتير لان المدرسه فيها 6000 طالب وكده، عايزين مبلغ وقدره، وده لازم ميزانيه الدوله عشان يعملوه. فبيجي دور موري في انه يجيب حلول للمصايب دي، وبيقترح عليهم حلين. الاول ان هم يتبرعوا بمصروفهم الشهري، وده عشان يجمعوا المبلغ المطلوب في الحاله دي. محدش بيوافق لانهم بخله وكحيانين ومحدش عايز يطلع قرش من جيبه. والحل التاني وهو انهم يلجأوا لبيع المنتجات في المدرسه، وبكده ممكن يكسبوا فلوس كتير ويعملوا بيها حملات للانتخابات. ونون بتقترح ان يوكي يعمل اكتر كيكه مشهور بيها ويبيعها، لكن لما حسبوها لقوا انهم محتاجين اكتر من 50 كيكه، ويوكي لما حسبها لقى ان ما عندوش وقت ولا جهد يعمل كده حتى لو قللوا عدد الكيكات برضه، ولو رفع المكسب محدش هيشتري كيكه معفنه سعرها غالي كده. بس فجاه بنت بتقوم من النادي وبتقول لهم باعوا الشوكولاته بتاعت شركه ابو يومي، وفعلا بيعملوا كده، ويومي بيتصل بابوه يبعت لهم كميه شوكولاته كمان مهوله، وبيبقوا جاهزين فعلا ان هم يبيعوها. بس بتيجي المشكله التانيه وهما ان لازم يحطوا على الشوكولاته اسم يوكي، حتى في دي بيبقوا مكسلين ومش عايزين يعملوا اي حاجه، وهم عايزين تقريبا ياكلوا ويناموا بس. لحد ما بتيجي نونو وهي مسؤولة الاختراعات في النادي وبتقول لهم عندي لكم اختراع طرش، وبيبقوا فاكرينها هتطلع لهم مكنة تلزق اسم يوكي على الشوكولاتة، الا ان المكنة بتطلع مكنة مساج علشان لما كتفهم توجعهم من كتر تلزيق الاسماء يبقوا يعملوا بيها مساج بعدين. وبعد خيبة الامل دي يوكي بيكون ماشي في الشارع وبيشتري شوية حاجات يعمل بيها كام طقم كيكة علشان يوزعهم، بس بيلاقي بيلا في طريقه وهي بتشتم كام عيل من نادي رياضة السومو، وهما كمان بيشتموها علشان هي عايزة تلغي الميزانية بتاعة النادي بسبب انها كانت بتصرف كل حاجة على الاكل، وبتفضل تزعق لحد ما مصارع السومو الكبير ده بيعيط زي الاطفال. ويوكي بيروح علشان يكلم بيلا، وبيفضلوا ماشيين مع بعض وبيسألها انت مالك كده يا فنانة شايلة الهم زيادة عن اللزوم ليه؟
وكمان عايزه باي طريقه انك تشيل الميزانيه من كل الانديه. وبيلا بتقول ان حتى الحوار ده مش تبع رئيسه اتحاد الطلبه، ده شغلها الاساسي من الاول، وبما انها ماسكه ميزانيه المدرسه وان في حاجه اهم بكتير والمفروض الفلوس دي تتصرف عليها بدل العبط اللي هم بيعملوه. ويوكي بيعرف بعدين ان بيلا عايزه تعمل بالفلوس دي حاجه للطلاب اللي اخدين منحه، وهي عايزه توظفهم وتساعدهم، وياما عايزه تخسف بيهم الارض اساسا. وفي الوقت ده ساره بتكون قاعده تكمل صيانه في المدرسه، بس بيجوا شله بنات بيخطفوها وبيزنقوها في حته وبيفضلوا ينزلوا فيها ضرب لانهم غيرانين منها بسبب انها كلمت واد من المدرسه. ويوكي بيبقى معدي في الشارع مع ساتو وبيلاقي ساره قاعده بعيد وشغاله تنشن في سله الزباله، ولما بيسالها ملك او عايزه مساعده بتفضل تزعق، بس في الاخر بتعتذر ومش بتقول له ايه اللي حصل، وبتمشي مسدوله علشان تكمل شغلها في نص الليالي حتى انها مش بتتعشى. وفي اليوم اللي بعده يوكي بيبقى قاعد بيخلص باقي الشوكولاتات اللي عليها اسمه، وبتبقى مي موجوده وشغاله تساعدهم بكل ما اوتي من قوه علشان خاطر عيون ساتو بس. وبتبقى كمان شغاله على الخطاب اللي المفروض يوكي يقول للترشيح، ويوكي من كتر حبه ليها بيقوم للمره التانيه وبيقول لها يامي انا بحبك يا روكي، لازم نتوعد ونخرج مع بعض النهارده. ومي بتنصدم برضه للمره التانيه وبتقول له انت جاي متاخر يا فنان، انا معايا حبيب فعلا. وساتو بتفضل تضحك عليه وتعايره كالعاده، بس مي بتعرف ساتو انها معجبه بيه وبتغير عليه كمان. وساتو بتفضل تصرخ عليها وتقول لها حبيبه مين يا وليه انت، الكلام ده ما حصلش اساسا. وبتفضل تنكر كتير، وبعدها بشويه يوكي بيروح للمطبخ في المدرسه علشان يعمل الكيكه، وبتقرر انها تروح تساعده برضه. مي ملاك ماشيه على الارض وبيسالها ايه سبب تقديرها لساتو ده، ومي بتفهمه انها كانت عيانه ولازم تعمل عمليه وبسببها اتاخرت على سنه في المدرسه وبقت اكبر من باقي الطلاب، وده سبب ليها مشكله بان الطلاب ما كانوش راضيين يكلموها اساسا ما عدا ساتو، وهي اللي فضلت تكلمها وتعاملها كانها واحده من سنهم عادي. بس يوكي بيعرفها ان ساتو في العاده بتعامل الكل بطيبه واحترام مهما كان اللي قدامها ده مهزأ ومش سوي نفسيا زي ناس نعرفها كده في حياتنا. ومي بتبقى فاهمه ده برضه، بس ممتنه ليها وبتحاول ترد لها الجميل باي طريقه، ومش هتقدر تعمل كده غير بانها تحافظ على ان تقييم الاكل ده باي طريقه من انه يتقفل. وفي وسط الكلام ده بتيجي طالبه من المدرسه بتزق بالباب رجليها وبتقول لهم انا صحفيه وبعمل لقاء صحفي مع كل المرشحين للانتخابات، وكنت عايزه اشوف الطالب المرشح هنا واللي بيكون اسمه كوكي. ويوكي بيقول لها خلاص يا وليه انت انا اسمي يوكي، فبتقوم راح تكتب في التقرير ان اسمه سوكي، وكل ما يوكي يهزها تروح تكتب التهزيئه في المقاله وبتقول له بعد كده سلام انا ماشي انا يا برنس. ويوكي مش بيسلم من التشتيت ده لان يونون بتيجي هي كمان وبتفضل تقول له فوازير مجازيه، وبتكون عايزه تاخد كيكه من اللي هو عاملهم، وفي الاخر بيزهق منها وبيديها واحده وبيقول لها هعمل لك ايه يعني ما انت قرفتيني في حياتي. وده طبعا لانها قعدت تعيط قدامه زي العيال الصغيره بالظبط. حتى المس زيزي بتيجي هي كمان علشان تضايقه وبتقول له انا عايزه كيكه انا كمان ماليش دعوه، وبتاخده بالحضن. وهنا مي بتقرب من يوكي وبتقول له ارجوك خلي بالك من ساتو وركز معاها شويتين تلاتة، دي بتحبك بجد. ويوكي بيسلك لها وخلاص وبيقول لها ماشي حاضر هعمل كده. بس بعدها ساره بتيجي وبتبلغ يوكي بانها متبوعه من اداره المدرسه علشان تساعده مخصوص، وان كل واحد من المرشحين بتوع الاداره مبعوت له مساعده وهي المساعده بتاعته. ويوكي بيبقى فرحان موسم بقى، ومي بتبقى قاعده وراه وعايزه تمسكه وتفلقه نصين. وبتعدي الايام وبتبدا الجوله الاوليه من انتخاب اتحاد الطلبه، وبيكون فيها كل المرشحين وبيقعدوا في اكشاك صغيره علشان يوزعوا فيها الحملات بتاعتهم والدعايات كمان. وتعالوا نقف هنا ثانيه عشان اقول لكم كلمه سر الفيديو ده، ولو كتبتها تحت في الكومنتات هتطلع معايا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وكلمه سر الفيديو ده هي انمي رومانسي، وبيبيعوا حاجات علشان يجمعوا فلوس، لكن اكتر كشك الناس بتبقى ملمومه عليه هو الكشك بتاع بيلا، وبتبيع كميه منتجات ولا كانها ممثله في هوليوود. بس يوكي مش بيستسلم وبيبدا الشغل التمام، وبيبعت باقي اعضاء النادي علشان يوزعوا الشوكولاتات اللي عليها اسمه والصوره. والحمد لله في ناس بتيجي تشتري من عنده، ويوكي بيحط ايده في جيبه علشان يطلع الخطبه اللي مي كاتباها له، لكن بيفتكر انه ينساها في البيت، ومي بتقول له ولا يهمك معايا نسخه منها على الكمبيوتر هروح اطبعها لك واجي حالا يا باشا. وللمره الثالثه يوكي بيقول لها انا بحبك ويا ريت نتوعد ونخرج مع بعض، وبرضه مي بتفضل تقول له اسفه في شخص في حياتي برضه. وفعلا بيستلموا وبيروحوا لاوضه الاجتماع في المدرسه علشان يستعدوا في اللحظه دي، ومي بتكتشف انها عطته القصه الرومانسيه مش الخطاب، وانها في ورطه كبيره دلوقتي ومش عارفه تعمل ايه. ولما بتدرك المصيبه اللي هي فيها بتبقى قاعده مش على بعضها وبتلطم. وسوكي بتلاحظ خوفها وتوترها وبتفتكر ان خطابها هيكون مش حلو بالنسبه ليوكي ولا حاجه، وبتحاول تهديها لكن مي بتقول لها مش دي القصه، وبتبقى رايحه تجري تسلم يوكي الخطاب الاصلي. وبتشوف على التلفزيون ان دور يوكي جاي حالا ومن الضغط بيغمى عليها وسط الناس، وعلشان يوكي يقوم داعيه له ساعه فجر كده بيحصل حاجه تخلي الخطاب بتاعه يتاجل، وبيطلع مكانه شاب عبيط مقنع كده شكله عنده شعبيه كبيره والكل بدا يطبل له، وبيطلع اسمه هيجي. وهيجي ده بيفضل يدس في يوكي وبيلا من تحت لتحت كده في خطاب بيلقح عليهم، وبيتهم بيلا بانها بتاخد رشاوى وان في نوادي كتير ملهاش لازمه وصارفين ميزانيه المدرسه على الفاضي عليها ولازم تتقفل. ويوكي بيبقى عاوز يقوم يدي الواد ده قلمين بس بيقعد وبيصبر خلاص.
بعدها بيجي دور بيلا في انها تروح تلقى الخطاب بتاعها. بعدها بتقوم مي وبتفوق من الغيبوبه اللي هي فيها دي اخيرا، ولما بتعرف ان لسه يوكي ما قالش الخطاب بتروح بسرعه تجري علشان توصل الخطاب الاصلي من غير ما تشرح اي حاجه لساتو. في الاثناء دي بيكون الواد الرخم ده رايح لعند يوكي علشان يفضل يضحك عليه في الكلام، وبيقعد يشتم بيلا ويقنعها انها واحده ما تستاهلش الانتخابات لمجرد انها جميله لكن ما عندها الذكاء ولا اي حاجه. ويوكي بيبقى مش عاطي اي اهتمام اصلا للراجل اللهبل ده، وبيروح يقرا في الخطاب اللي معاه على اساس انه يكون مستعد نفسيا، لكن في الاخر بيلاقيه عباره عن رساله حب من مي، وبيبقى للمره الاولى قرفان ومش طايق الحب وسنينه، وبيكون عايز بس يخلص من حوار الخطاب والانتخابات ده علشان يستد الطين بله، وبيلاقي نفسه عليه الدور انه يلقي الخطاب بتاعه. ومي بتكون خلاص وصلت علشان تديله الخطاب الاصلي لكن الامن بيمنعه، وعمنا يوكي بيكون خلاص طلع على المسرح بس علشان هو وش فقر بيتكعبل على السلم وبيقع على مناخيره وبتنزف والورقه كلها بتطير. ولما بيلاقي نفسه في الموقف المحرج ده بيمسك الميكروفون وبيقول للطلاب كلهم هو في ايه، مش المفروض تضحكوا؟ وبعد ما الطلاب بيقلبوها صريخ ضحك بيزعق وبيقول لهم هو انا اللي هحفظكم حقوق النوادي بتاعتكم ولا ايه؟ وطبعا ما تنساش تصوتولي انا اسمي يوكي مش كوكي زي المتخلفه ما كاتباه كده. والعيال كلها بتفضل تصيت معاه وبيبقى احسن خطاب فيهم بالصدفه. لكن بعد كده بيكون يوكي قاعد على الارض في النادي وبيتضح ان كان مغمى عليه من بعد ما قال تاني اعظم خطاب بعد خطاب الحرب العالمي التاني. وبيدخل عليه فجاه واحد من الصحفيين بتوع المدرسه وبيعمل معاه بث مباشر بينتقل للقناه التلفزيونيه الخاصه بالمدرسه، وبيتعرض على نشره اخبار الدفعه واللي بتاكد ان يوكي حاليا في المركز الثالث وعنده فرصه يترشح للانتخابات النهائيه. وبيبقى الكل فرحان وضمن ترشيحه لحد ما بتظهر واحده اسمها لولي زي الشوكه في الزور كده، واللي بتبقى خلاص قربت توصل لنفس عدد اصوات يوكي بالظبط، لكن على اخر لحظه بتخسر بفرق صوت واحد. ويوكي طبعا هو اللي بيترشح للمرحله النهائيه وسط هيجي وبيلا. وعلى الناحيه التانيه بيبقى مور قاعد وراه شويه من اتباعه وهم بيبلغوا ان المرشحه اللي اسمها لولي دي كانت متسلطه عليه، وده طبعا علشان تسقط يوكي في الانتخابات بعد ما عرفوا ان مورا هو الداعم ليها. ومورا طبعا مش هيسيب الحوار ده يعدي على خير ابدا، وبيبقى مروح خلاص البيت مع ساتو، لكن ساتو بتقول له لازم نعدي على السوبر ماركت وفي حاجات مهمه لازم اشتريها. وبنلاقيها في الاخر مشتريه لوحه شوكولاته وبتقسمها مع يوكي وبتفضل تساله طعمها عامل ازاي، وبيقول لها طعمها عظمه يا فنانه، وهي بتروح تدي النص التاني الولد محطوط في صوره وبيطلع اسمه كيكو، وشكل كده الفنان كيكو ده ميت وهما بيترحموا عليه بالشوكولاته اساسا. وفي اليوم اللي بعده بيجتمع نادي تقييم الاكل كله عند موري، واللي بيبقى خلاص عايز ياخد احتياطاته بعد ما عرف ان في ناس بتنافسه، وطبعا اخدينها معاه عنده وبيبتدي يشرح للنادي ان في حاجه اسمها اصوات ثابته واصوات متغيره، وان لازم يوكي يعلي نسبه الاصوات بتاعته لان المرشحين اللي قدامه مكوشين على كل حاجه في كروشهم ولازم ياخد شويه من الكرش ده. وبتيجي فكره ليوكي وهو انه يقنع الطلاب انه مش تبع الناس اللي ماسكين المدرسه من اساساتها زي هاجي كده، وانه طالب زيهم عادي وهيعاملهم زي ما كانوا بيحب يتعاملوا وياخد في اعتباره حوار الاصوات اللي مش ثابته ده، واللي كلها طبعا كانت رايحه للي اسمها لولي دي وبيعمل حسابه ان هو اللي يكوش عليهم. بعدها بيروح يحضر العشاء لاعضاء النادي مع ساره المساعده بتاعته، واللي بتفضل تقول له نفسي اتجوز واحد بيعرف يطبخ ويا ريت يقف الوقفه دي مع جوزي في المطبخ يوما ما. ويوكي من كتر ما هو سرحان قطع صباعه بالغلط وسرب كل جراءه بتروح تبوس الواو وسط انظار ساتو ومي وباقي البنات، وساتو بتزعلها وبتقول لها هو انت بتعملي ايه يا فنانه، مش معقول اللي انت بتعمليه ده. وساره بكل براءه بتقول لهم انا متعوده اعمل كده لاخواتي الصغيرين. وفي اللحظه دي ساتو بتفتكر اخوها الصغير كيكو وهو ماشي على الطريق ودسته عربيه وبيحصل له تروما فظيعه، ويوكي بيلاحظ ده فبيقرر انه يلم نفسه شويه. وبالليل بيروحوا للمخيم المدرسه كلهم، معرفش انا ايه المدارس المدلعه دي اللي فيها مخيمات خاصه ونشره اخبار وقناه اخبار طبخ كمان وسبق صحفي. ويوكي بيبقى طالع من واحده حمام جاكوزي طرش كده وبيبقى رايح لسكان الولاد، بس في طريقه بيلاقي زيزي واختها بيلا بيتعاركوا وبيسمع منهم طرطيش كلام ان الميس زيزي مش عايزه تروح الاجتماع بتاع بكره، وده طبعا اجتماع ذكرى وفاه امها وانها واحده مستهتره همها تشرب وتسكر وخلاص. ويوكي بيعمل نفسه جدع وبيروح وسطهم عشان يمنع ما بينهم العركه، لكن بيلا بتهزقه وبتهينه وبتقول له انت مال امك انت يالا. وزيزي اللي بتمسك في يوكي زي العبيطه وبتقول له يلا مين حبيب ماما، وطبعا وقتها هي بتكون سكرانه طينه ومش بتكون في وعيها اساسا. ويوكي بيفضل يجرجر فيها لحد سكن البنات حتى انها بتفضل نايمه في الارض وحالفه ما تقوم، لكن يوكي بيشيلها وبيوديها اوضتها، وبيبقى خلاص خارج بس بنت بتقفش في جوه السكن وبتفضل تصوت وتلم عليهم باقي البنات، وبيجروا وراه وهو بيحاول يهرب منهم باي طريقه، لكن في الاخر بيلاقي الطريق مسدود واخره اوضه، وبيطلع الباب مفتوح وبتطلع بيلا وهي اللي بتنقذه بسرعه من البنات وبتدخله اوضتها. بعدها بدقيقتين البنات بيخبطوا عليها وبيسالوها اذا كانوا شافوا ولد معدي من هنا ولا لا، وبيلا طبعا بتعمل نفسها عبيطه وبتقول لهم ولا شفت اي حد، روحوا ناموا خلاص. وبتستفرد بيوكي وبتفضل تهزق فيه حوالي ساعتين 3 4 كده على انه جاي لسكن البنات وبتطلب منه تفسير رسمي لكل اللي بيحصل ده، ويوكي بيحكي لها كل حاجه من طقطقه لسلام عليكم. خلاص بيلا بتعتذر ليه لان كل اللي هو فيه ده حاليا يعتبر بسبب اختها،
وبتقول له انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه يا ترى ايه اللي بينك وبين اخت زيزي وايه اللي مخليكم متعلقين ببعض قوي كده. ويوكي بيتوتر وبيقول لها ما هي تعتبر اكبر مشاركه في نادي تقييم الاكل، لازم نبقى قريبين من بعض كده اساسا. لكن الكلام ده مش بيخش دماغ بيلا بربع جنيه، وبتقول له عايزه تعرف السبب الحقيقي لدرجه انها بتفضل تهدد في يوكي. ويوكي بيفضل يلف ويروح يمين وشمال وبعدها بيقول الحقيقه وخلاص، بتبقى بيلا زهقت منه ومن شكله. وعلى الناحيه التانيه بتبقى ساتو قاعده مع المزز وبتحاول تشوف مالها مدروخه كده ليه، لكن المزز كل شويه تجيب سيره يوكي وساتو بتبقى مستغربه. فهل بقى ساتو هتضرب عركه مع يوكي وهي اللي هتفوز بحبه في الاخر، ولا هيتجوز بدلها مي اللي طلعت بتحبه في السر؟ وهل فعلا هيفوز بانتخابات رئاسه مجلس الطلبه دي؟ ده اللي هنعرفه الجزء الجاي ان شاء الله. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وطبعا علشان نوصل 30,000 مشترك في اسرع وقت ممكن. وطبعا ما تنساش تعمل الكومنت الرايق بتاعك لان برد على كل الكومنتات لو انت ما بتشاركش يعني. وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.